السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب جميعا تكونوا في احسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كفتة الفراخ او كباب الفراخ. هنعمله بطريقة حلوة قوي وان شاء الله هتعجبك، وكمان هنقدم معاه طبق من المقبلات الحلوة قوي تقدري تقدميه جنب اي مشويات. قبل ما نبدأ الفيديو، لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات لما انزل وصفات جديدة. يلا بينا نبدأ على طول. انا هنا معايا حبتين من البصل ومعايا هنا حبة من الفلفل، هنزل بيهم في الكبة عشان افرمهم كويس جدا. بعد كده هضيف معلقه صغيره من الملح، والملح هنا بيخلي البصل ينزل الميه بتاعته، انا عايزه البصل ينزل الميه بتاعته. هنضرب البصل مع الفلفل كويس جدا، عايزينه يبقى ناعم كويس. بعد كده هجيب مصفى وهنزل بالبصل علشان اصفي الميه من البصل. ابتدي بقى انزل الميه كويس جدا. هنركنهم بقى في جنب ونعمل الخطوه اللي بعديها. هنا معايا كيلو من صدور الفراخ، هبتدي ان انا اقطعهم بالشكل دوت قطع صغيره جدا عشان هنفرمهم في الكبه. هنا بعد ما خلصت الكمية هنجيب بقى الكبة اللي احنا كنا فرمين فيها البصل، وهننزل بقطع الفراخ زي ما انتوا شايفين وهنفرمه. تمام كده. بعد ما اتفرم معايا هجيب البولة وهفضي فيه الفراخ، وهنا خلصت الكمية التانية. هننزل بقى بالبصل والفلفل اللي احنا كنا فرمينه في الكبة، وهنا معايا نص كوباية من البقدونس المفروم، وضفت معلقتين كبار من الدقيق، ومعلقة صغيرة من السبع بهارات، معلقة كبيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الكزبرة، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، ومعلقتين من الملح، معلقتين صغيرين من الملح. وهنقلب الكلام ده كويس جدا. وعلى فكرة انا ضفت معلقتين من السمنة بس ما جاتش في التصوير. هنقلبه كويس جدا جدا، عايزين كل المكونات تتقلب مع بعض. طبعا انا ضفت هنا معلقتين من السمنة يا جماعة، لان انا ما عنديش ليا وما بحبهاش، فعشان كده انا ما ضفتش الليا، فضفت بدلها معلقتين من السمنة. لو انت حابة ان انت تحطي ليا حطي، مفيش مشكلة. بعد كده بقى هغطيها وادخلها التلاجة لمدة ساعتين علشان تتشمع معايا. تمام. هنا بقى معايا مية البصل، نزلت بمعلقة كبيرة من الصلصة ومعلقتين كبار من الكاتشب ومعلقتين كبار من زيت الزيتون ومعلقة صغيرة من الخل وعصرة ليمونة. وهنقلب الكلام ده كويس جدا، وهنركنهم في جنب، هنبقى نستخدمهم لما نيجي ندخل الكفتة الفرن. هنا بقى هنعمل البتنجان. هنا معايا بتنجان رومي زي ما انتوا شايفين، هقشره كويس كله. تمام. بعد كده هقطعهم شرايح بالطول زي ما انتوا شايفين.
هنا بقى بعد ما خلصت الكمية رصيتهم على مناديل مطبخ، وهبتدي ان انا ارش عليهم ملح بالشكل دوت علشان ينزل ميته. تمام كده خلصنا البتنجان. هنا بقى معايا 4 حبات من الطماطم، هقطعهم شرايح مدورة زي ما انتوا شايفين كده. ومعايا هنا فلفل اخضر. هنا البتنجان بعد ما نزل ميته هنشفه كويس جدا. وهنا بقى معايا الطاسة هنزل بيها في الزيت. الزيت بقى على ما يسخن هناخد شرايح البتنجان ننزل بيها في الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنا بقى هنزل بالبتنجان في الزيت. الزيت يكون يا جماعة سخن كويس. هنا الدقيق لما احنا عملناه على البتنجان هيخلي البتنجان ما يشربش معاكي زيت. هنقلب على الناحية التانية. اول ما البتنجان ياخد لون نقلب على الناحية التانية على طول. بعد كده هطلعه على مناديل مطبخ عشان اصفيه. وهنا كمان حمرت الطماطم وحمرت الفلفل. بعد كده هطلعه. هنا بعد ما خلصت البتنجان وخلصنا الفلفل، هنا بقى معايا 4 فصوص من الثوم، ونزلت بالفلفل زي ما انتوا شايفين كده، وعليهم ربع معلقة صغيرة من الملح، وهندقهم كويس جدا. تمام. بعد كده هنزل بالطماطم. بعد كده بقى هجيب الكبة وانزل بالبتنجان في قلب الكبة، هديله فرمة سريعة. هنا ضفت عليه الثوم والطماطم والفلفل. تمام. هنا بعد ما فرمته هفضيه في طبق. بعد كده بقى هنزل بمعلقتين كبار من الطحينة. وهنا معايا عصير ليمونتين، انا عصرت هنا ليمونتين. وهنزل بشوية من زيت الزيتون. هنا بقى معايا ربع معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من الملح، وهنقلبهم كويس، ويبقى احنا كده عملنا البتنجان بقى جاهز معانا. هنا بقى معايا الاسياخ الخشب، نزلت عليها بمية سخنة وسيبتها ربع ساعة في المية علشان ما تتحرقش معانا. هنا بقى طلعت الكفتة بعد ساعتين من التلاجة. يلا بقى علشان نشكلها مع بعض. هنا بقى معايا مية ساقعة حطوها في الطبق.
همسك بقى القطعة. لازم يا جماعة نبل ايدينا الاول بالمية علشان خاطر تعرفوا تمسكوها. ومعايا هنا سخين من الخشب، خدت 2 مع بعض زي ما انتوا شايفين، وهاخد قطعة من الفراخ وابتدي ان انا اشكلها بالشكل دوت وابل ايدي علشان اعرف اشكلها، علشان هي بتلزق. لازم تبلوا ايديكوا كويس علشان تعرفوا تشكلوها زي ما انتوا شايفين كده. تمام، هنبل ايدينا اهو ونشكل تاني. انا هنا بقى كنت مشغله الفرن مسخنه كويس جدا على درجه حراره 200، وهندخل بقى الصينيه فيه. ضروري يا جماعه يكون الفرن مسخنينه كويس جدا قبل ما ندخل الكفتة في الفرن علشان ما تنزلش ميتها. هندخلها الفرن لمدة 10 دقايق، وبعد كده هنطلعها وهندهنها بالشكل دوت علشان هنشغل الفرن مع الشواية عشان تاخد معانا لون. يبقى احنا دخلناها على فرن سخن كويس جدا، قعدت معانا 10 دقايق، وبعد كده طلعناها. هندهن الوش بالخليط اللي احنا كنا شايلينه اللي هو مية البصل، وهندهنه بالشكل دوت علشان ياخد معانا لون. يعني احنا دلوقتي كده هندخله تحت الشواية. تمام، يلا بقى ندخله تحت الشواية. وده الصاج التاني، هبتدي برضو بعد 10 دقايق طلعته من الفرن وهديله برضو كدهنه. وهنا بقى معايا خبز تورتيه، هبتدي ان انا ارصه بالشكل دوت وهدهنه بالخليط اللي هو مية البصل والكاتشب والطماطم. هندهن العيش بالشكل دوت، وبعد كده هدخله الفرن عشان يسخن كويس. تمام، هنا بعد ما خد معايا اللون هقلبه على الناحية التانية علشان هندهن الناحية التانية. تمام، يلا ندهن بقى الناحية التانية وندخله برضو تحت الشواية على طول. وضروري يا جماعة تتابعوه علشان ما يتحرقش معاكم. هنا العيش بقى بعد ما طلع معايا من الفرن، هنا بقى كنت مقطعة شرايح من البصل على بقدونس على رشة من السماق، وهبتدي انزل بيهم على العيش زي ما انتوا شايفين كده. وهنا الكفتة بعد ما طلعت معايا من الفرن، يلا بقى عشان نرصها على الصينية. شايفة لونها حلو ازاي؟ تعالي بقى نفتح واحدة مع بعض كده، شايفة مستوية ازاي؟ وده كمان طبق البتنجان بعد ما خلصته. ودي كانت وصفتي النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.